بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هخليكي تاكلي اكله من اكلات الشوارع كانك واقفه على عربيه اكل مشهوره بالظبط، ومن غير ما تضطري ان انتي تنزلي من البيت. اكله حلوه جدا وخفيفه جدا وسريعه، وكمان تقدري تعمليها لاولادك وهم رايحين المدرسه، او ممكن كمان تتعمل في مناسبات بتبقى حلوه قوي، وتتعمل كمان زي عشاء كده خفيف. طيب احنا هنعملها ازاي؟ احنا هنجيب نص كيلو دقيق ونحط عليه ملح ومعلقه سكر، ونحط معلقه خميره، وبعد كده هنحط ميه للعجن. هنعجنها عجينه عاديه خالص ما بتلزقش، ونسيبها لغايه ما تخمر. على ما العجينه بتاعتنا تخمر هنعمل الحشوه دي طبعا حاجه ترجع لكم انتوا، احشي فيها اللي انت عايزاه، بس انا هوريكي الحشوه اللي انا عملتها بيها. بحط معلقه زبده وبحط عليها فلفل الوان، وبقلب الفلفل الالوان ده لغايه ما يدبل. انا عايزاه يبقى طري شويه، مش عايزاه يبقى بيقرمش، يبقى طري كده. وبعد كده احط له طبعا الملح خفيف وفلفل، شويه فلفل اسود، وهحط معلقه كمان من الكاتشب الحار. لو ما عندكيش كاتشب حار او مش عايزه تستعملي كاتشب حار، حطي كاتشب عادي، بس معلقه الكاتشب دي بتديها طعم حلو جدا. هحط سوسيس متقطع، ممكن تحطي فراخ او لحمه مفرومه او ستريبس او اي حشو جبن اللي انت عايزاه بقى تقدري تحطيه. هنقلب السوسيس مع الحاجات دي كلها، وخلاص كده الحشوه بتاعتنا جاهزه. نسيبها بقى تبرد. اجيب العجينه بتاعتي بعد ما خمرت وابتدي ان انا اقسمها. انا عايزه اقسمها كور ما تكونش كبيره، علشان خاطر ما احسش ان انا باكل عجين. يعني كور تبقى صغيره لحد ما، لان هي لسه هتخمر. فباخد كوره بالحجم ده كده، يعني قد لا يعني صغيره قد المشمشايه كده الكبيره شويه. هكورهم واسيبهم يخمروا تاني. يبقى انا كده سبتهم يخمروا للمرة التانية، يبقى كده دي تاني مرة نخمر العجين. ابتدي بقى احشي العجين بتاعي، وطبعا الحشو يكون بارد جدا، وابتدي بقى الفه زي ما احشي، اقفله زي ما بقفل الكوبيبة. خلاص، بس اهم حاجة نقفله كويس جدا عشان الحشو ما يقعش. ندوس على الطرف كده ونحشيه. او هحشيه، هوريكي كمان ان انا هحشيه بجبنه موتزاريلا، وده بصراحه بيبقى طعمه احلى كمان من اللي محشي باللحوم. يعني المحشي بالجبنه ده بيبقى طعمه حلو جدا. برضه هنقفله كويس قوي علشان الجبنه بتاعتنا ما تقعش منه. هنقفلهم وهنسيبهم بقى كده يخمروا مره تالته. يبقى كده هتخمر معانا للمره التالته. بعد بقى ما تخمر وتبقى خفيفه بالشكل ده، هحطها في ميه بس، مفيش فيها اي حاجه خالص. وهحطها ده كده عيش فينو. انا طحناه في الكبه، بس عيش فينو طري، يعني مش عيش فينو ناشف. تجيبي العيش الفينو الطري وتفرميه في الكبه وتعملي بيه. ده هيديكي هشاشه وهيديكي قرمشه للاكله دي من بره كده. بس هحطها بقى في زيت سخن جدا واسيبها لغايه ما تتقلي، واطلعها بقى بالشكل ده. طبعا انتوا قلقانين هتقولوا لي طب ما هي ما استوتش من جوه. لا، مستويه جدا، وهوريكم دلوقتي. لان هي خمرت 3 مرات. انا قلت لكم ان احنا خمرناها 3 مرات، مره وهي عجين، ومره وهي كور، ومره بعد ما اتحشت. هاجي بقى هفتحها اوريها لكم من النص او من جوه شكلها ايه. بصوا، هي اولا من بره بيبقى لونها ذهبي كده، ما نغمقهاش قوي عشان ما تبقاش محروقه وطعمها وحش. شايفين من جوه؟ بصوا هشه جدا ومستويه، والعجينه طعمها خطير وتحفه. ده كده، ومقرمشه كمان من بره زي ما احنا شايفين كده. ده بالنسبه للي احنا حشيناه سوسيس. طيب اللي حشيناه جبنه، هي بس كانت سخنه قوي ما كنتش عارفه امسكها كويس. هقطعها لكم. بصوا الجبنه بقى سايحه جواها، وطعمها رهيب. اللي بالجبنه دي بجد طعمها رهيب، لازم تجربوها. وبرده العجينه مستويه من جوه، ومش شاربه اي زيت خالص زي ما انتوا شايفين من جوه. هي بس الطبقه اللي من بره كده وخلاص. ده كده كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.